طبعا بيقول لك نيويورك تايمز، خلي بال حضراتكم من العناوين، كتابات معاديه للسيسي على طائره مصر للطيران. انا قريت الخبر من هنا برضو بتجنن انا من الحاجات دي. قلت على راي عمرو زكريا، ميكروباص ده ولا توك توك ده ولا ايه؟ ايه اللي جوه بيتكتب على، يعني هم جوه الطيارين بيكتبوا حاجات معاديه عن السيسي؟ قلت طب ما اقرا كده. قال لك خلي بال حضراتكم من الصياغه والنبي قوي، خلي بالكم من الصياغه قوي، يا اللي ورا الكيبورد، يا اللي قاعدين ليل نهار كل واحد عمال يشير ومش عارف يشير ايه، يا بتوع التدمير الاجتماعي مش شبكه التواصل، انتوا عمركم ما كنتوا تواصل. نيويورك تايمز كتابات معاديه للسيسي على طائره مصر للطيران. قال مسؤول امني، خلي بقى حضراتكم الصياغه بقى، قال مسؤول امني بشركه مصر للطيران ان الشركه كانت تتلقى تهديدات امنيه من زعامين، وكانت واعيه لتلك التهديدات بعد سقوط الطائره الروسيه بسيناء، من خلال ايه بقى؟ كتابات معاديه للسيسي وتهديدات واسقاط طائره للشركه المصريه، وذلك في تصريحات صحفيه لنيويورك تايمز. مين اللي صرح؟ مسؤول امني بشركه مصر للطيران. يا حلاوه، هاخد انا مسؤول امني هيجي يقول لي كلمتين؟ طب ما انا برضه اطربخ لك هنا اقول لك مسؤول امن امريكي بيقول ان امريكا هي اللي ضربت الطياره دي، وان اسرائيل هي اللي ورا الطياره دي. مسؤول امن امريكي بقى. هتيجي تقول لي مسؤول امن امريكي، لا مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا انا يعني. تكمل الخبر بقى. وتابع المسؤول اللي هو المسؤول الامني اللي في مطار القاهره، وتقوم تلقنه شبكه زي مشبوهه زي شبكه رصد دي، اللي هو هنيجي لحضراتكم بعدين حته الشماته. هي الناس دي من بلدنا؟ الناس دي الاخوان دول من بلدنا؟ العيال اللي بره دي من بلدنا؟ انا بسال والله بجد، الناس دي من بلدنا؟ ها؟ الاحساس من جوه بقمه الفجر لقتل مصريين دول من بلدنا؟ انت مختلف مع النظام السياسي، اختلف في حته، لكن توصل بيك الفجر انك كل ما يحصل مصيبه في البلد الاقيك فرحان ومبسوط وشمتان. الناس دي اتولدت ازاي واتربت ازاي وشربت السياسه ازاي وتعاملت مع الواقع المصري ازاي وعايشه هنا ازاي، او كانت عايشه هنا ازاي وعايشه بره ازاي؟ ايمن نور ده عايش بره ازاي؟ ولا القناه اللي هو معاها دي عايش بره ازاي؟ ها؟ ولا اللي معاه دول شويه العيال اللي معانا بيعملوا ايه؟ هي ركبك يا استاذ ايمن، يا دكتور ايمن، ما خفتش عشان ترجع بلدك؟ الاخوه اللي هناك دول فلوس القطر وفلوس دول ما خلصوش عشان ترجعوا بلدكم؟ لا مش هترجعوا، وابيتم خلاص او رضيتم انك تقعدوا بالقعده دي، اقعدوا، بس يا اخي مش للدرجه دي يعني، مش بالقسوه دي يا اخي، مش بالحقد ده يا اخي. يعني اعمل لك قفله انت وهو، يعني ما يكون في حاجه زي دي سيبك من السيسي حطه على جنب، فكر في البلد. انت ضد السيسي ماشي، ضد الاعلام بتاع، يقول لك ايه؟ الاعلام السيساوي. ماله يا سيدي الاعلام السيساوي؟ بيدافع عن مصر للطيران. امال انت عايز ندافع عن مين؟ عاملين تقرير امبارح يقول لك الاعلام السيساوي يدافع عن مصر للطيران. انت عايزني هنا اكل شارب نايم خير بلدي عليا وعلى اهلي وعلى جيراني وعلى كل اللي اعرفهم، ومش هدافع عن مصر للطيران؟ في مشاكل جوه مصر للطيران، في مشاكل، لكن كلمه مصر ما تتحط في اي جمله دي بترجنا من جوه، او بترج على الاقل اللي حاسين بمعنى كلمه مصر. مش متاجره، دي مش متاجره. انت بتخش كده اقول لك مصر للطيران، ده الواحد يركب على العجله كده بتاعت مصر للطيران وما يركبش في فيرست كلاس في اي طياره تانية. والله العظيم ما ببالغ واقسم بالله، وما بشتريش خاطر حد، انا بشتري خاطر بلدي. يعني الفكره دي لازم تبقى جوانا.